بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الكائنات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين والجزاءات. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، يشرفني أن أقدم إلى حضراتكم التهاني المباركة والاستبشار بالخير بمقدم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الجود والإحسان. فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة الجامعة بيّنت لنا واجباتنا في هذا الشهر: إكمال هذا الصيام، بذل كل جهدنا لشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولانا من النعم المادية والمعنوية، وبخاصة نعمة البلوغ إلى هذا الشهر الفضيل. هذه نعمة إخوة الأحبة ما بعدها نعمة، فقد ورد في الحديث الصحيح بأسانيدنا إلى إمام أحمد وإلى الترمذي وإلى غيرهما أسانيد صحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان هناك رجلان من بني قضاع كانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وبقي الآخر سنة، ثم بعد ذلك رأى أبو طلحة أحد الصحابة الكبار، رآهما في المنام بأن الذي تأخر كان هو المتقدم أكثر في الجنة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكيف؟ أوما صام شهر رمضان أوما صام بعده شهر رمضان وصلى 6000 ركعة وصلى كذا وكذا في السنة؟ يعني معنى ذلك بلوغ الإنسان إلى شهر رمضان سنة زيادة أجر عظيم عند الله. جعل هذا الصحابي الجليل الشهيد، والثاني المرتبة اختلفت بزيادة سنة من شهر الصيام. فلذلك ما أعظم هذه النعمة حينما أكرمنا الله سبحانه وتعالى أننا بلغنا هذا الشهر الفضيل. فما دام هذا الشهر بهذا الشكل فيجب علينا أن نستبشر به، فالمؤمنون كما ورد في الآية كما ذكره الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يزداد إيماننا بالأعمال الصالحات، ونستبشر بهذا الشهر ونشكر الله على نعمائه وآلائه وعلى هذه النعمة العظمى. نحن في هذا الشهر أمام 3 بشريات عظيمة: بشرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث صحيح متفق عليه. بشرى ثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بشرى ثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شهر فضيل، شهر مبارك، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم:
فيه تفتح أبواب الجنة، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه تغل وتغل أيدي المردة من الجن والشياطين. وهذا الشهر الفريضة فيها ب70 فريضة، والسنة كأنك صليت أو قمت بالفريضة، فأجور مضاعفة والثواب عظيم في هذا الشهر. لذلك أدعو نفسي أولا، وأدعوكم ثانيا إخوتي وأخواتي إلى الاستفادة من هذا الشهر. هذا الشهر سماه الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، وهي شهر لكنها سريعة تمشي بسرعة، فعلينا أن نخطط ونبرمج لاستثمار هذا الشهر دقيقة بدقيقة، جزء منها للعمل وجزء منها للراحة بقدر الإمكان. ولا يجوز بصراحة كما يفعل الكثيرون أن يناموا طول الليل طول النهار ويسهروا كذلك في الليل وينشغلوا بالمجالس والسهر والكلام. ليس هكذا، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. علينا أن نقوم بواجب الصيام، وأن نحافظ على الصلوات، صلاة الفجر بالجماعة وبقية الصلوات. كذلك علينا إخوة الكرام، الآن لا تقام صلاة التراويح بسبب هذه الجائحة، لا مانع من ذلك شرعا، وإنما الأفضل الآن أن نصلي التراويح في بيوتنا، ولكن نصليها بالجماعة، نجمع أهلنا وأولادنا ومن هو داخل البيت ونصلي بهم صلاة التراويح. لا نترك هذه الصلاة، ونقيم الليل بقدر ما نستطيع. وكذلك نقرأ بغير العمل، نستفيد من نهارنا للعمل والقرآن والذكر والحفظ، وكذلك قراءة الأحاديث النبوية الشريفة. بالإضافة إلى ذلك محتاجون نحن إلى توبة خالصة، توبة خالصة تعيدنا إلى الصفاء والنقاء، تعيدنا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أحضان رحمة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ها نحن أولئي يا رب نتوب إليك ونتضرع إليك، فاقبلنا بفضلك واقبلنا برحمتك، وبلغنا هذا الشهر، واكتب لنا المغفرة وأجر الصيام والقيام، ووفقنا يا رب توفيقا لأداء واجبات هذا الشهر ومستحقات هذا الشهر. ونسأل الله ونتضرع إليك يا رب العالمين أن تهدي أمتنا، وأن تجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس، وأن تتصالح أمتنا، وأن تزيل عن أمتنا الظلم والاستبداد والقهر والقتل والفقر والمجاعة يا رب العالمين، وأن تعيد إلى الدول التي أصابها القلق والاضطراب والقتل والفتن كما في سوريا واليمن وبقية الدول يا ربي، نتضرع إليك أن تعيد إلى عالم الإسلام الأمن والأمان، وأن ترحم إخواننا المستضعفين في روهينجا يا رب العالمين، وأن تعيدهم أعزاء كرماء إلى بيوتهم وإلى ديارهم. كما نتضرع إليك يا رب العالمين أن تنصر إخواننا في كشمير، أن تنصر إخواننا في المسلمين في الصين، أن ترفع هذه الغمة عن الناس أجمعين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.